التاريخ لا يكتب ولا يؤلف بمحض الصدفة. التاريخ إما أن يكون أو لا يكون. يقول ابن خلدون: إن قوة التاريخ وبروزه تتجلى في قوة المعمار، فمن لا معمار له يظل تاريخه حبرا على ورق. فمثلا صومعة الكتبية لا تحتاج إلى تاريخ، فإن شموخها هو تاريخ في حد ذاته. إن الحضارة المغربية لا يمكن نسمح بأن تكون ضحية للسرقة أو الاستيلاء. إن تراثنا الثقافي المغربي يشكل مصدر هوية وفخر لنا كمجتمع تراكمت عليه الحكمة والتصور الإبداعي. ومن جهة أخرى نحن نرحب بالفهم والبحث المتبادل بين الثقافات، كما نفتح أبواب التفاعل وتبادل الخبرات، لكن هذا لا يعني التنازل عن هويتنا أو السماح بتشويه تاريخنا. لذلك نحن نتحد جميعا حتى نقوم بنقل هذه. واش أخبركم بأن الأبحاث العلمية والأركيولوجية أكدت أن أرض المملكة المغربية فيها أقدم مصانع في العالم للخياطة والحياكة؟ أكيد غادي تكون في راسكم. وكذلك مدينة فاس، هم الوالة الناس ديالها اللي طرزوا طرز النطاع في القفطان ديال نهار الحنة. وما نساوش كذلك استعملوا ثوب المبر بجودة عالية، والطرز بخيوط الذهب أو كما هو معروف بالصقلي الحر المجبود. وأهل فاس بدعوا في التطريز وما خلاوش حكرا على القفطان، بل أنهم طرزوا به أشياء أخرى مثل الشربيل أو البلغة والمضمة تاع الصم ومرتبات العريس والعمارية وكل ألبسة المناسبات رجالا ونساء وسروج الأحصنة حتى هي. وأهم قطعة اعتنوا بها أهل فاس هي كسوة ضريح مولاي إدريس، القبة تاعو. غير هو قبل ما نمشي بغيت نأكد على واحد الفكرة، أنها دقة العمل اليدوي اللي كيقوم بها الصانع المغربي ما يقدروش يقوموا بها دوك اللي كيتلصقوا بينا، لأنهم كيجيبوا الطرزة وكيلصقوها بالماكينة وفي وسط الضحك كاينة القراية كورة عطا العور. خوتي المغاربه، فاش نكونوا كنتكلموا على تاريخ البلاد ديالنا المملكه المغربيه خصنا نكونوا متصالحين مع جميع المكونات اللي فيه، لغويه او عرقيه او دينيه، امازيغي عربي مسلم او يهودي، لان كنا تحت لواء مغربي. اليوم غادا نتكلم على العروس اليهوديه، باعتبار ان المكون العبري في المغرب هو موجود منذ قرون طويله وما يمكنناش نلغيوه. وحتى قنوات اخرى مثل الجزيره تكلمت على هذا التراث بدون اننا حنا نتكلموا عليه. جات المناسبه علاش لا نتكلم على هذه العروس وعلى لباسها وكيفاش انها تشبعت بالتراث المغربي، من الطرز الصقلي والمجبود كما كتشوف في الصوره، الموبر والتوقيده فوق الراس وتفاصيل اخرى كثيره. علم ايها المغربي وايتها المغربيه ان حينما يكون لديك دوله كنسطر على يعني انها اكيد عندها تراث غني ومتنوع وضارب في عمق التاريخ، ولهذا فهو سيكون محط اطماع عديم الهويه والبلدان المستحدثه. ما شاء الله، اللهم بارك. يد الصانع المغربي وأنامله تنقل هذا الفن أينما حلت وارتحلت. هذا ليس قصر، هذه مجرد مدرسة بن يوسف في مراكش. وعندنا كذلك صومعة الكتبية التي نسختها توجد في إسبانيا، لكن الأصل في المغرب، لأن الحضارة الأندلسية ما هي إلا نسخة مصغرة عن الحضارة المغربية. لدينا قصور كثيرة، فمثلا جامع القرويين هو الأصل ونسخته هي جامع الحمراء. ندع الإسبان الذين يعرفون في أرشيفهم من الذي أسس الأندلس، لذلك يحتفلون بهذا العيد اللي هو عيد مرويكوس الموروكو المغرب. ها هم يلبسون الجلابة المغربية، اللباس المغربي المشهور عالميا. بان لكم هنا شي واحد لابس عقال فوق الرأس، بان لكم شي واحد هنا لابس لباس خليجي، بان لكم هنا لباس دمشقي، بان لكم هنا لباس تركي. لا شيء من هذا القبيل، فهم يعرفون جيدا بأن المغرب هو الأصل والباقي مجرد تقليد. بسم الله توكلنا على الله. الفيديو ديالي اليوم ما غاديش يعجب المنبطحين، لانني غادي نحطهم واحد الصنم اللي هو الارقام اللي كتشوفوا الفوق. الارقام اللي الفوق راه هي مغربيه، ما هي اوروبيه، ما هي عربيه. الارقام اللي لتحت هي الارقام العربيه. هادشي منين جبتو؟ غادي تشوفوا ليا كتاب ديال ابن ياسمين الفاسي اللي عنده الكتاب ديالو الاسم تقيح الافكار. هذا العالم المغربي اللي نقدروا نسميوه من عظماء المغرب توفى سنه 1202 وما معروفش تاريخ الولاده ديالو. كان بارع في الرياضيات والفلك، وهو اللي اخترع هذه الارقام اللي كتسمى الارقام الغماريه نسبيه في هذا المنصور الموحدي. للاسف واحد الدوله عربيه اللي هي قطر كدير برامج كتنسب لنفسها هذه الارقام، بينما الدول المتقدمه اللي كتحترم نفسها كاتبه كتب شحال هذا من هذا المصدر هذا اللي هو دو ويستر مروكن نامبر، اللي كتكلم فيه على دو مروكن نامبر. وكاين حتى لي شيفر دو فاس كتقول بان هذه الارقام هي من فاس، وانها دخلت عن طريق البابا سيلفستر اللي دار
الذي درس في فاس، ومن بعد منه جا حتى واحد الطالياني اللي قرا في بجايه سميتو ليوناردو فابونيتشي، ولكن هذا ما قرا حتى القرن 13. الرحال المغربي ابن بطوطة في كتابه عجائب الأسفار قال: زاد الله المغرب شرفا إلى شرفها وفضلا إلى فضلها. كنقدم تحية كبيرة لهذا الرسام المغربي اللي عبر لنا على روح تا مغربي. كنقول ليه الله يعطيك الصحة والله يرحم اللي رباك. كلمة عرب كانت مستخدمة قبل الميلاد بآلاف السنين، واستعملت عند الحضارات القديمة في نقوشها وجدارياتها، مثل حضارة الفرس اللي كانوا كيسميوهم عربيا، والرومان إيريبيا، والإغريق إيريفيا، وكل الحضارات السابقة كانت تسميهم عرب أو كلمة قريبة من العرب. الغريب في الأمر أن الأوروبيون في العصر الوسط لم يكونوا يطلقون كلمة عرب على العرب، بل كانوا يسمونهم ساراسينوس، وهو مصطلح دائم في كل أوروبا ويقصد به شعوب الشرق. نرجع لواحد الوثيقة قديمة اللي هي وثيقة نوتيتا دينيتاسيوم، وهي وثيقة رومانية، وثيقة مفصلة على الأنظمة الإدارية في الشرق، ويعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي. وفي أحد فقراتها كانت تتكلم على مختلف الشعوب الواقعة تحت نفوذ الإمبراطورية الرومانية من شعوب الجزيرة العربية، وذكرت هذه الكلمة ساراسينوس، وتعني اللون الداكن، وهو لون بشرة العرب وشعوب الشرق الأوسط. انتقل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من أوروبا، ونطق بطرق مختلفة: ساراسينوس، سارازينس، ساراسيموس، وكذلك معظم دول غرب أوروبا. وعن الفترة ديال الصليبيين استخدم هذا اللفظ ساراسينوس في الإشارة للمسلمين بشكل عام، لكن خلينا نكونوا واضحين، كلمة ساراسينوس قصدوا بها مسلمي الشرق، وأما مسلمي الغرب كانوا يسمونها المورو لم تكن تطلق على المسلمين في الشرق ولا في الغرب، وذلك نسبة إلى كلمة المور، المملكة الموريتانية اللي كانت من المدن ديالها مملكة مدينة طنجوس أو طنجة حاليا. راه ماشي هي موريتانيا اللي كاينة في الجنوب، لأن الرومان ما عمرهم ما وصلوا للصحراء، حدهم البحر الأبيض المتوسط. يعني حنا المغرب كان سميتنا المور، مملكة موريتانية، وتحت ما عنده الحق يقسم معنا هذا الاسم. هاي إنا غيخفينو، ما نقدرش نكمل في هذا المشوار هذا بلا بريستيج بلا بروتوكول. شوف هذا الموضوع الجديد. قال لك سيدي: مخطوطات أمازيغية في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض بالسعودية، مؤلف النظم محمد علي الهزالي. سؤال: ماذا تفعل هذه المخطوطات الأمازيغية بالسعودية؟ هل يمكن أن نعتبر ذلك تشتيت لتراث الأمازيغ والتمغربيت؟ واعطونا الخوت شي تفسير مقنع بعدا يشفي الغليل. سمعتنا انتقلنا إلى المكتبة الوطنية لقطر، هنا أيضا تحضر البصمات الثقافية للمغرب. كتابات نادرة للرحالة ابن بطوطة، نسخة من القرآن الكريم بالخط المغربي يعود تاريخها للقرن السادس عشر، وأدوات قديمة من صنع مغربي تستخدم في الملاحة البحرية. أرشيف عريق تحتفظ به المكتبة الوطنية لقطر في مكتبتها التراثية. هنيئا مريئا للشقيقة قطر على كل شيء خداتو، كل شيء داتو، كل شيء مازال غادي تديه. لاننا ملي كنجيو كنديروا شي فيديو كنتكلموا على هادشي كيخرجوا لنا صحاب لا اللي فيتنا قتلونا كلاونا في التعاليق ديالهم. راه سيدي كندافعوا حنايا على التمغربي، حنا راه مسالمين، اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله الحبيب. اش جاب الاسلام؟ حنا كنهضروا على التراث. ملي كيتكتب هادشي تحت التراث الاسلامي ما كيقصيونا، يكتبوا التراث المغربي الاسلامي، هو كل شيء عندهم حتى الكتب القديمه. ما تنساوش هذه الدوله دي لا تعترف بالصحراء المغربيه.